السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي طالب دفعة أولى إعدادي وإن شاء الله من أوائل الدفعة أولى إعدادي. النهارده هنحل مع بعض أول درس في كتاب الامتحان، ويلا بينا نتعرف بقى على قارة أفريقيا. أنت ذاكرت الدرس خلاص، تعالى بقى حل معايا الواجب. يلا بينا. بص يا سيدي، أول حاجة تعالى نشوف الخريطة، وقلت لك عندك الخريطة هي مفتاح المادة بتاعتك، يعني لازم تكون عارفها كويس أوي. طيب لو مش مذاكر الخريطة ذاكرها من دلوقتي والحق نفسك. طيب يلا بينا بقى. ادي اول حاجة دايرة عرض. دايرة عرض ايه دي؟ اولا الدايرة اللي في النص اللي بتقسم الارض النصين تبقى هي دائرة الاستواء. اولا هقول لك على حاجة حلوة، هو اصلا هيقول لك دايرة عرض، لو قال لك مدار هتبقى سرطان اوجهتي. طب لو قال لك دايرة عرض كده هتكون دايرة عرض الاستواء، وهي طالما موجودة في النص يبقى اذا دايرة عرض الاستواء. طب خط الطول، خط الطول اللي هنا ده هو خط ايه؟ ما عنديش غير خط واحد اللي هو خط جرينتش. طيب قارة ايه دي؟ القارة اللي موجودة فوق افريقيا وبتفصل ما بينهم البحر المتوسط، اذا القارة اللي فوق هي قارة اوروبا. طب يا مس هي ليه مش اسيا؟ هقول لك عيب عليك، ده انت عارف الخريطه اكتر مني، ما ينفعش كده. الخريطه طبعا احنا عارفين ان البحر المتوسط هو اللي بيفصل افريقيا عن اوروبا، والبحر الاحمر هو اللي بيفصل افريقيا عن اسيا، فاذا اسيا موجوده هنا مش موجوده فوق. المحيط ايه ده؟ كنا قايلين قبل كده ايدك اليمين هندي ايدك الشمال اطلنطي، فاذا المحيط اللي هنا ده هو المحيط الهندي. طيب البحر ايه؟ رقم 5. البحر اللي موجود فوق ده هو البحر اللي بيفصل اوروبا عن افريقيا، اللي هو كان اسمه البحر ايه؟ كان اسمه البحر المتوسط. رقم 6 مضيق ايه ده؟ المضيق اللي هنا احنا خدنا 3، جبل طارق وخدنا موزمبيق وخدنا باب المندب. جبل طارق وخدنا موزمبيق وخدنا باب المندب، اذا المضيق اللي عند البحر الاحمر ده هو باب المندب. رقم 7 ده مضيق ايه؟ رقم 7 عندي المضيق اللي جنب مدغشقر، قلت لك مدغشقر بالميم يبقى جنبها حاجه بحرف الميم برضو، يبقى اذا المضيق اللي هنا هو مضيق موزمبيق. ممر مائي. ممر مائي عندي طالما قلت ممر مائي حاجه من الاثنين، يا اما قناه يا اما مضيق، واحنا عارفين من زمان اللي بيفصل ما بين البحر الاحمر والمتوسط هو مين؟ هو قناه السويس. شبه جزيرة، احنا اصلا ما خدناش غير شبه جزيرة واحدة ومش هناخد غيرها، تبقى هي شبه جزيرة مين؟ تبقى هي شبه جزيرة سيناء، لان هي طبعا موجودة جوه مصر، مصر حبيبتنا. طيب الخريطة اللي بعدها بص بقى، بيقول لك المحيط ده بيمثله رقم كام؟ لو انت عارف الخريطة هتعرف تقول لي كل واحد رقم كام. كنا قايلين قبل كده ان افريقيا 54 دولة، بس حضرتك مش مطالب انك تذاكر ال 54 دولة، هيسألك على 3 4 5 6 10 دول كده وخلاص، اكتر من كده مش هيسألك عليه، وفي دول اصلا هتبقى متكررة معاك مع الوقت فهتبقى عارفها. طب ما تيجي نشوفها. هنا اول حاجة المحيط الاطلنطي بيمثله الرقم كام؟ كنت قايله لك قبل كده ايدك اليمين على الخريطة المحيط الهندي وايدك الشمال على الخريطة المحيط الاطلنطي، فاذا عندك المحيط الاطلنطي بيمثله الرقم 12. عايز كمان مضيق جبل طارق بيمثله رقم كام؟ احنا خدنا اهو مضيق طارق باب المندب وموزمبيق، جبل طارق باب المندب وموزمبيق، فاذا المضيق جبل طارق هو اللي بيمثله رقم كام؟ بيمثله رقم 5. مدار السرطان بيمثلها رقم كام؟ احنا كنا قايلين نص افريقيا دائرة الاستواء. طب ثواني، هي دايرة الاستواء كانت فوقيها مدار السرطان ولا كان تحتها مدار السرطان؟ لا، كان فوقيها مدار السرطان، فاذا الدايره اللي فوق دي هي مين؟ هي مدار السرطان، فاذا مدار السرطان هو رقم 9. البحر الاحمر بيمثله الرقم كام؟ طبعا هنا احنا عارفين فوق متوسط جنب احمر، يبقى البحر ده هو البحر ايه؟ الاحمر. طيب قاره اسيا بيمثلها رقم كام؟ قاره اسيا هي بيمثلها الرقم، احنا قايلين بقى بحر الاحمر هو اللي بيفصل افريقيا عن
اسيا، فاذا القاره اللي هنا دي هي قاره ايه؟ هي قاره اسيا. يبقى قاره اسيا بيمثلها رقم 7. مدار الجدي بيمثله رقم كام؟ طيب احنا قايلين استواء سرطان واللي تحت بالجيم عشان في الجنوب، الدايره اللي هي بالجيم تحت تبقى في الجنوب يبقى اسمها مدار الجدي. يبقى الدايره اللي هي مدار الجدي بيمثلها الرقم 11. حضارة أكسوم بيمثلها الرقم كام؟ حضارة أكسوم بيمثلها الرقم كام؟ طبعا هنا أكسوم موجودة فين؟ في أريتريا وأثيوبيا. طب ميس هي فين أريتريا وأثيوبيا دي؟ هقول لك أدي عندك أهي مصر، أدي عندك أهي السودان، وعندك كمان جنوب السودان، تحتها على طول بقى أريتريا وأثيوبيا. يبقى إذا حضارة أكسوم بيمثلها الرقم 6. دولة نشأت فيها حضارة قرطاج. ثواني، قرطاج بالطه تونس بالت، قرطاج بالطه تونس بالت. يبقى الدولة اللي عملت فيها حضارة قرطاج هي الدولة رقم 10. حضارة كوش بيمثلها الرقم كام؟ طبعا كوش موجودة فين؟ موجودة في السودان. فإذا هنا حضارة كوش موجودة في السودان، احنا كنا قايلين اهو مصر وتحتها على طول مين؟ تحتها على طول السودان. فإذا حضارة كوش بيمثلها الرقم 13. تمام. خلصنا من الخريطة والحمد لله، اللي هي أصلا مفتاح المادة بتاعتك ولازم تبقى عارفها كويس قوي. طب ما يلا بينا بقى نعرف الاختيارات. طبعا حبيبة قلبك الاختيارات دي قبل ما سيادتك تخش لي على المقالي تقول لي يا ميس ما بعرفش احله، بس على مين هتحله معايا؟ انا هتحله معايا. تعالى بس ندخل الاختيارات الأول، بعد كده نشوف المقالي ده بعدين. بيقول لك أي من الأشكال الآتية بيعبر عن نسبة مساحة قارة أفريقيا بالنسبة لمساحة اليابس في قارات العالم. ثواني، ده احنا كنا قايلين أصلا إن أفريقيا قد إيه؟ أفريقيا 20% من مساحة قارات العالم، يعني بالظبط خمس مساحة العالم. طب مين من دول بيمثل خمس؟ أنت شايف إيه؟ شايف دي ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ هنا ثواني، هو ألف ده منظر خمس؟ ده منظر 20%؟ لا ده اكتر شويه. طيب ده منظر خمس؟ لا مش ده اقل شويه. طب ده منظر خمس؟ لا. ده منظر الخمس؟ لا برضو. طيب اذا الاجابه هتبقى ايه؟ اذا الاجابه عندي هتكون رقم الف. رقم 2، مسطح مائي بيحد افريقيا من جهه الشمال. ثواني، شمال يعني فوق، هو كان فوق افريقيا ايه بالظبط؟ كان فيها بحر ولا محيط؟ هل البحر الاحمر؟ لا ميس ده نايم بالجنب. هل المحيط الهندي؟ لا ميس ده على ايدي اليمين تحت. طيب هل البحر المتوسط؟ هو فعلا البحر المتوسط. طب لو بصينا بقى المحيط الاطلنطي بيحد قاره افريقيا من جهه ايه؟ هو هنا المحيط الاطلنطي ده موجود في افريقيا على انهي ناحيه؟ على ايدي اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت؟ ميس ده على ايدي الشمال، وانا علمتك ان ايدك الشمال دي هي اتجاه ايه؟ ايدك الشمال هي اتجاه الغرب. يبقى اذا ايدك الشمال غرب، يبقى المحيط الاطلنطي في الغرب. افريقيا بتطل من الشرق على البحر الاحمر اللي بيفصلها عن قاره ايه؟ كنا قايلين قبل كده البحر المتوسط فوق بيفصل عن اوروبا، والبحر الاحمر نايم على جنب، فكده هو بيفصلها عن قاره طبعا هنا اسيا، لان احنا طبعا ولا جينا لامريكا الشماليه ولا استراليا. اي يقترب يابس افريقيا من يابس اوروبا عند فين؟ احنا هنا بنقرب من قاره اوروبا ونعرف نروح لها عند مين؟ مين اللي موجود عند اوروبا؟ هل مضيق جبل طارق ولا باب المندب ولا قناه السويس ولا موزمبيق؟ لو جينا لجبل طارق هقول لك بالظبط كده هو. طب ليه يا ميس مش الباقي؟ هقول لك باب المندب ما بين البحر الاحمر والمحيط الهندي، يعني كده انت هتروح على قاره اسيا. ولو جينا لقناه السويس هقول لك دي ما بين البحرين الاحمر والمتوسط، يعني اعرف اروح للقارتين بس هياخد مسافه طويله شويه. ولو جينا لمضيق موزمبيق فبالتالي انا اصلا رايح على جنوب افريقيا على مدغشقر، وانا عايزه اروح فين؟ انا عايزه اروح لاوروبا مش عايزه اروح لافريقيا. فاذا اقرب حاجه توصلني لاوروبا هي مضيق جبل طارق. طب بيجاور اكبر قارات العالم مساحه قاره افريقيا من جهه ايه؟ يعني هنا تعالى نترجم السؤال، هي اكبر قاره مساحه هي مين؟ قاره اسيا. طيب بيجاور افريقيا من جهه ايه؟ شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ يعني هنا اسيا جنب افريقيا من جهه ايه؟ شمال؟ لا دي اوروبا. جنوب؟ جنوب اللي موجود تحت؟ لا طبعا مفيش حاجه تحت. طيب شرق؟ بالظبط كده هي الشرق. طيب لو جينا هنا القارة الوحيدة اللي بتتصل بقارة أفريقيا بريا، يعني القارة الوحيدة اللي أعرف أروحها من أفريقيا عن طريق البر، مش محتاج ولا بحر ولا إن أنا أركب طيارة، هي قارة مين؟ طيب هي أوروبا؟ ما ينفعش عشان بيفصل ما بينهم بحر.
طب هي امريكا الشماليه والجنوبيه الاثنين اصلا ما بينها وما بين افريقيا المحيط الاطلنطي، فبالتالي هنا ما عنديش غير قاره واحده اروحها بالبر هي قاره اسيا، واقدر اروحها عن طريق شبه جزيره سيناء، لان انا اصلا لما اروح لو مثلا من مصر عايزه اروح لفلسطين، انت لو دخلت فلسطين حضرتك جوه قاره اسيا، وطبعا في ناس كتير بتروح من مصر لفلسطين عن طريق البر. طب لو هنا انتقلت الحضارات من اسيا لافريقيا عن طريق ايه؟ مين اللي كانت معبر للحضارات؟ اللي كانت معبر للحضارات هل مضيق جبل طارق؟ لا يا ميس، ده مضيق ما يعديش منه حضارات، يعدي منه ناس بس مش حضاره. هل المحيط الاطلنطي؟ لا يا ميس، ما كانش حد لسه اكتشفه اصلا. هل شبه جزيره سيناء؟ بالظبط كده، هي شبه جزيره سيناء. طيب نشأت حضارة قرطاج فين؟ قرطاج بالطه، تونس بالته، إذا قرطاج في تونس. طيب أقدم الحضارات اللي نشأت على أرض أفريقيا حضارة كوش فين؟ كوش دي موجودة فين؟ تفتكر في مصر؟ لا، في السودان؟ أيوه بالظبط كده، هي موجودة في السودان. تمام تمام. صح ولا غلط مع التصويب؟ افريقيا تاني قارات العالم من حيث المساحه، صح ولا غلط؟ خليني بس اقول لك على تركه صغيره في الصح والغلط. هنا بيقول لك اكتب كلمه صواب او خطا، طالما قال لك اكتب الكلمه يبقى حضرتك تكتب الكلمه وما تتفزلكش وتعمل لي الكلمه والعلامه، عشان ما تدخلش الامتحان وتلاقي نفسك انت حلل كل حاجه صح بس ناقص كتير. ليه؟ عشان حضرتك حطيت لي العلامه بدل ما تعمل لي الكلمه. ليه؟ ما نعمل الكلمه من الاول تبقى اوضح. طيب لو طلب منك العلامة اعمل له العلامة جنبها الكلمة عشان يبقى فاهم حضرتك كاتب ايه. طب مع التصويب افتكر بقى ان انت ما صوبتش، ما ينفعش، لازم نصوب لان بيكون عليها درجات. بيقول لك هنا رقم 1 قارة افريقيا تاني قارة في العالم من حيث المساحة، صح ولا غلط؟ طبعا هي العبارة صح. انا هكتبها صواب عشان انت تكتب معايا وتعمل ايه؟ هكتبها صواب عشان تتعود تكتب الكلمة. طب لو هنا يمر مدار السرطان جنوب افريقيا، ايه ده؟ هي السرطان فيها جيم عشان تبقى في الجنوب؟ لا، السرطان فوق دايرة الاستواء، فاذا هنا السرطان مش موجود في الجنوب، فاذا العبارة هتبقى خطأ. طب مش انا عايزة اصحح الغلط بقى، اصححه ازاي؟ هقول لك انا تصححه ازاي. اولا مدار السرطان بدل الجنوب هتبقى ايه؟ عكس الجنوب هتبقى شمال. ممكن ان انا اصحح الكلمة اللي هي بدل جنوب شمال، وممكن بدل مدار السرطان اكتب مدار الجدي هتبقى صح. وممكن لو انا مش عارف اصححها اصلا انجز نفسك والحق نفسك واعمل لي لم. يعني ايه لم؟ يعني هنا انفي وقول ان الكلام ده ما حصلش، بس خلي بالك مش في كل الحالات، لما تلاقي نفسك مزنوق مش عارف تصحح الغلط حط لي لم، يبقى اتزنقت تكتب لم يمر، ما مرتش فعلا. تمام تمام، بس خلي بالك مش في كل الحالات، لان في حاجات فعلا ممكن تبقى حصلت فبالتالي مش هينفع فيها. تمام، يبقى اذا هنا لو اتزنقت هتكتب لم. طب لو ما اتزنقتش صحح لي اي كلمه فيهم هتلاقي ان العباره صح. بدل جنوب هتبقى شمال صح، بدل مدار السرطان هتبقى الجدي برضه صح. يمر بالقاره الافريقيه 3 دوائر عرض، صح ولا غلط؟ 3 اللي هم استواء سرطان جدي، اذا طبعا العباره ايه؟ اذا العباره صح. طب لو جينا هنا بيقول لك يقع تلتين مساحة أفريقيا شمال دايرة الاستواء، ده احنا قلنا إن أصلا فعلا هي متقسمة نص فوق دايرة الاستواء ونص تحت. مين النص اللي أكبر؟ النص اللي فوق ولا النص اللي تحت؟ أنت شايف إيه؟ أيوة يا ميس فعلا هو فعلا التلتين بتوعها فوق دايرة الاستواء، إذا العبارة صح. طب لو جينا بقى هنا خلي بالك أنا كاتبالك صح بس أنت بقى اكتب صواب مع نفسك. تقع أفريقيا وسط قارات العالم وتطل على مسطحات مائية مهمة. هي وسط قارات العالم؟ أيوة. وبتطل على مسطحات مائية مهمة؟ أيوة، فإذا طبعا العبارة صح. يفصل كل من البحر المتوسط والمحيط الهندي قارة أفريقيا عن قارة آسيا. هو البحر المتوسط والمحيط الهندي بيفصلوا أفريقيا عن آسيا. ثواني، إيه اللي جاب البحر المتوسط عند آسيا؟ إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ما ينفعش طبعا، فإذا طبعا العبارة هتكون إيه؟ العبارة هتكون خطأ، لأن البحر المتوسط موجود في الشمال وآسيا موجودة في الشرق، وفي بحر نايم على جنب اللي هو البحر إيه؟ اللي هو البحر الأحمر. تمام تمام. يفصل المحيط الهادي قارة أفريقيا عن الأمريكتين. محيط هادي؟ ميس اللي جابنا للمحيط الهادي ده، المحيط الهادي ده رايح عند العالم الجديد ورايح عند قارة آسيا.
بس هنا مش جاي جنب افريقيا، الله ينور عليك. فبالتالي هو اصلا المحيط الهادي مش بيفصل ما بينهم، فاذا العباره هتبقى خطا. ولو احنا هنا عايزين نصحح الغلط هنعمل ايه؟ اول حاجه اتزنقت هتعمل لي لم. طب انا عارف التصحيح يا ميس، الله ينور، بدل المحيط الهادي هيبقى المحيط ايه؟ هيبقى المحيط الاطلنطي. نشأت حضارة أكسوم في غرب أفريقيا. هي أكسوم كانت موجودة في غرب قارة أفريقيا. ميس الغرب كان إيدي الشمال، فأكسوم ما كانتش موجودة في الشمال، فإذا طبعا هي موجودة فين؟ في شرق أفريقيا. فإذا العبارة هتبقى خطأ. هي موجودة فين؟ في شرق أفريقيا. طيب اتزنقت هتكتب لم. قارة أفريقيا، يلا بينا أكمل بقى. قارة أفريقيا هي إحدى قارات العالم إيه؟ أنت خدت لي عالمين، واحد جديد وواحد قديم. أفريقيا قديمة ولا جديدة؟ قديمة، يبقى إذا هي من قارات العالم القديم. طيب تلت مساحة أفريقيا موجود في نص الكرة الأرضية إيه؟ تلت المساحة موجود في نص الكرة الأرضية. تفتكر أنت الشمالي ولا الجنوبي؟ ميس الجنوبي، الله ينور عليك. فإذا هي هتكون في نص الكرة الأرضية الجنوبي. طب لو احنا هنا بيفصل افريقيا عن اسيا عن طريق ايه؟ اسيا بتتصل، يعني الاتنين حلقة وصل ما بينهم وما بين بعضيهم. الاتنين حلقة وصل عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ايه؟ عن طريق شبه جزيرة سيناء. حاول وانت بتحل معايا الواجب فكر في السؤال 5 ثواني وهات الإجابة، وبعد كده افتح الفيديو بتاعي وشوف الإجابة بتاعتك صح ولا غلط. لو صح يبقى الله ينور عليك، ولو غلط نرجع نذاكرها من جديد. طب هنا من أمثلة الإنتاج الثقافي للحضارات، ما احنا قايلين بقى الحضارة إنتاج مادي إنتاج ثقافي. طب الإنتاج الثقافي اللي هي إيه بقى؟ العلوم والفنون والعادات والتقاليد. طب لو هنا عندي حضارات، ما حضارة مصر وحضارة ايه في السودان؟ طبعا هي حضارة كوش. طب لو جينا بقى هنا صوب الخطأ، أفريقيا تقع على الغرب من البحر المتوسط. ثواني كده، هي أفريقيا تقع إلى الغرب من البحر المتوسط؟ يعني أنا لو وقفت عند البحر المتوسط هلاقي على إيدي الشمال قارة أفريقيا؟ لأ. طيب هو انهي بحر اللي وقفت عنده هلاقي على ايدي الشمال قارة افريقيا؟ طبعا هو مش المتوسط، هيبقى البحر الاحمر. طب لو جينا هنا يقترب اليابس الافريقي مع اليابس الاسيوي عند مضيق ايه؟ يعني افريقيا بتقرب مع اسيا عند مضيق موزمبيق؟ لا. جبل طارق؟ لا دي اوروبا. يبقى اذا ما عنديش غير واحد بس اللي هو مضيق باب المندب. طب لو جينا هنا مصر بتقع في الركن الشمالي الغربي لقارة أفريقيا، مش الشمال الغربي، هتبقى إيه؟ مصر موجودة في الركن الشمالي الشرقي. طب لو جينا هنا من جوانب الإنتاج الثقافي للحضارة، القصور والمباني هي إنتاج ثقافي. إحنا قلنا فيه إنتاجين، إنتاج ثقافي إنتاج مادي. مش ثقافي هتبقى إيه؟ مادي. أيوه بلاها سوس وخد نادية. فبالتالي مش إنتاج ثقافي، هيبقى إنتاج إيه؟ هيبقى إنتاج مادي. اكتب ما تشير إلى العبارة منطقة ذات أهمية استراتيجية هي حلقة اتصال بين أكبر قارتين في العالم. مين اللي بيوصل آسيا وأفريقيا؟ حبيبتنا اللي موجودة جوه مصر اللي هي شبه جزيرة إيه؟ فكر 5 ثواني، قلنا مش هناخد غيرها، شبه جزيرة سيناء. طيب لو جينا هنا أحد الممرات المائية المهمة بتشرف عليه أفريقيا ويوجد في مصر. ممرات بقى ومصر هي اللي بتشرف عليها، ما احنا قلنا الممر ده يا مضيق يا قناة، ومصر ما عندهاش غير قناة، فإذا ده كده هو قناة السويس. طب لو جينا هنا بيقول لك حضارة ظهرت في أفريقيا في أريتريا وأثيوبيا. ثواني، هي مصر ظهرت في مصر زي ما تونس ظهرت فيها قرطاج، زي ما عندي كوش في السودان. إذا الحضارة اللي فاضلة هي حضارة مين؟ هي حضارة أكسوم. طب لو جينا هنا بما تفسر، تعالى بقى حبيب قلبي أعرفك إزاي هتحل مقالي.
انت مش صغير عشان انت ما تحلش مقالي، لان احنا واخدينه برابعه وخمسه وسته. طب واحد لسه بيتلخبط، تابع معايا وانت بشوف. بص بقى، بما تفسر يعني ايه؟ ليه؟ تمام. مامتك مثلا تيجي تقول لك حبيبي قوم ذاكر واعمل الواجب، ليه؟ قوم يلا نام، ليه؟ ده انت عيل رزل قوي، انت بتسال ليه؟ ما تعمل وانت ساكت. نفس الكلام هنا، انه بيقول لك الحاجه دي حصلت، ليه حصلت؟ فهنا لما يقول لك مثلا الاهميه الاستراتيجيه لموقع قاره افريقيا، هي ليه عندها اهميه استراتيجيه؟ اللي هي الاهميه وقت الحروب والازمات، ليه موجوده عندها الاهميه دي؟ قال لك عشان حاجتين، عشان هي لانها تمتلك معابر مهمه، لانها ايه؟ تمتلك معابر مهمة. زي مين؟ زي الثلاث حاجات اللي احنا خدناها، اللي هم قناة السويس، وعندنا مضيق جبل طارق، وفي كمان عندي مضيق باب المندب، وكمان بسبب حاجة تانية، بسبب شبه جزيرة سيناء. حاول وانت بتحل مقالي ما تحلش في الكتاب، افتح كراسة واقعد حل فيها بحيث ان انت تبقى منظم. تمام. طبعا شبه جزيرة سيناء ساعدت على انتقال الحضارات، تبقى منظم، وكمان الكتاب ده لو راح لحد بعديك يعرف ان هو يستفيد بيه. يبقى شبه جزيرة سيناء ساعدت على انتقال الحضارات. الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا، أهمية اقتصادية يعني فلوس، الاقتصادية دي خدتها من الموقع الفلكي ومن الموقع الجغرافي. يبقى إذا الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا بسبب إيه؟ بسبب يعني موقعها الجغرافي. تمام. ده عمل إيه؟ قال لك ده ساعدها على التحكم في التجارة، في طرق التجارة. وبسبب موقع تاني اللي هو الموقع ايه؟ قال لك ده بسبب برضو الموقع الفلكي. عمل ايه الموقع الفلكي ده؟ الموقع الفلكي ده نوع من المناخ والنبات، يبقى تساعد على تنوع المناخ والنبات. تمام. يبقى اقتصادية يعني فلوس، جبت فلوس منين؟ من الموقع الفلكي ومن الموقع الجغرافي. طب بما تفسر تنوع المناخ في قارة افريقيا، حبيب قلبي لو تفتكر كده من جونيور 4 لحد جونيور 6 كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك ان اي مناخ بيترتب عليه نبات وحيوان، والمناخ ده جالي منين؟ من الموقع الفلكي. يبقى هنا تنوع المناخ في قارة افريقيا، يعني انت ممكن تلاقي اصلا ان السؤال ممكن تلاقيه في ورقة الاجابة، ممكن تلاقيه سؤال تاني بس هو اجابة لسؤال تاني. يعني احنا لسه قايلين الاهمية الاقتصادية لافريقيا بسبب الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. طب التنوع المناخ ده ليه؟ هنقول طبعا بسبب ايه؟ بسبب موقع الفلكي لقارة افريقيا. طب لو هنا الأهمية الحضارية لقارة أفريقيا، حضارية جاية من كلمة حضارة، فبالتالي الأهمية الحضارية دي لأنها عندها حضارة إيه؟ لأنها تمتلك حضارات. طبعا احنا خدنا كام واحدة؟ 4 اللي هم مين؟ عندي حضارة مصر، طبعا عايز تكتب المصرية القديمة صح، عايز تكتب حضارة مصر بس صح، مصر. طيب مين تاني؟ كوش. مين تاني؟ أكسوم. مين تاني؟ قرطاج. طب لو جينا هنا شبه جزيرة سيناء كان ليها أهمية استراتيجية عبر العصور، هي ليه كانت مهمة جدا؟ طبعا هي كانت مهمة بسبب إيه؟ لأنها كانت معبر للحضارات عبر العصور. طب لو جينا هنا بيقول لك شبه جزيرة سيناء ليها أهمية حضارية، نفس الكلام، لأنها عندي برضو كانت معبر للحضارات عبر العصور. ولو مثلا ممكن أزود على الأهمية الاستراتيجية دي، طبعا هي ساعدت على انتقال كل الناس من مختلف الثقافات.
أهمية الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء. هو أنا ليه لازم أحافظ على سيناء؟ هقول لك يا حبيب قلبي، كل الناس اللي جت تحتل مصر أول حاجة جت فكرت إن هي تحتلها هي شبه جزيرة سيناء، لأن أي دولة عايز تضعفها سيطر على الحدود اللي حواليها، ما تسيطرش عليها من النص. فإذا هنا سيناء عشان هي على الحدود يبقى هنا لازم أحافظ على الأمن بتاعها. طب ليه؟ لأن الحفاظ عليها تمام يعني الحفاظ على الأمن القومي. تمام. ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي؟ بص أقول لك حاجة، بما تفسر وما النتائج الاتنين عكس بعض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا هنا إن أنا هاجي أقول لك تنوع المناخ في قارة أفريقيا بسبب الموقع الفلكي. طب أنا هعكس السؤال، لو قلت لك ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة أفريقيا يبقى هنقول نودي إلى تنوع المناخ. نفس الكلام، ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي ده كده ما النتائج أصلا معناها هات نتيجة بالبلدي كده معناها ايه اللي حصل. يعني ده حصل، ايه اللي حصل نتيجه لكده؟ ايه نتيجه الموقع الجغرافي؟ قال لك ان ده ساعدها على التحكم في طرق التجاره العالميه. طيب بيقول لك هنا ما النتائج الموقع الفلكي لقارة افريقيا؟ الموقع الفلكي ده بتاع المناخ، فاذا هنا بعمل لي النبات، يبقى الموقع الفلكي عمل ايه؟ ثواني بس، ده احنا هنا اصلا ما النتائج بنجاوب عليها بايه؟ ادى ذلك الى، لازم تحطها لي الاول عشان الشخص اللي بيصحح اجابتك يقول ده عيل فاهم وعارف هو بيعمل ايه ومنظم كمان. يبقى ادى ذلك الى ايه؟ تنوع في ايه؟ تنوع في المناخ والنبات. طب في حاجه بيقول لك ان ادى الى تنوع الحياه المناخيه والحياه النباتيه. اقول لك حبيب قلبي ما فرقتش، ان هي تنوع المناخ هي الحياه المناخيه، تنوع النبات هي الحياه النباتيه، الاثنين زي بعض، الفرق بس في معاني الكلمات. طيب دلل جغرافيا، دلل. ميس انا ما بحبش دلل، ايه القرف ده بقى؟ هو انا سايب ابتدائي عشان اروح ندلل؟ اقول لك معلش استحمل شويه، الوزير عايز كده. طيب تعالى نتعلم ازاي نعرف نحلها بدل ما انت تفكر ان انت ما بتحبهاش، ان انت ما بتحبش دلل دي. بص بقى، دلل هي يعني ايه دلل؟ قال لك دلل دي هي يعني هات دليل. تمام، هي نفسها كلمه اثبت، هي نفسها كلمة برهن. تمام، هي نفسها ايه اللي حصل. لا مش ايه اللي حصل، يعني هات مثال. يعني ايه الكلام ده؟ انت ذاكرت، اثبت لي انك ذاكرت. انا نجحت، اثبت لي انك نجحت. عملت الواجب، اثبت لي ان انت مش غشش الواجب ده. فانت هتعمل ايه؟ هتقدم لي دليل. لو واحد حرامي راح يسرق يقول لك انا ما سرقتش، ايه الدليل انك ما سرقتش؟ في كاميرا بتقول ان انت سرقت ومصوراك، فبالتالي الدليل ضدك. طيب في كاميرا بتقول ان شخص تاني هو اللي سرق، فانت كده اديتني الدليل. نفس الكلام، شبه جزيرة سيناء ليها اهمية حضارية؟ فعلا ليها اهمية حضارية. طيب ايه هي بقى الاهميه الحضاريه ان شبه جزيره سيناء دي؟ هات لي مثل هي عملت ايه عشان يبقى ليها اهميه حضاريه. يعني لما تقول انا عملت ايه عشان كل ده انا عملت كذا وكذا وكذا. عملت ايه بقى؟ اولا هنا هي ساعدت على انتقال الحضارات عبر العصور. طيب لو هنا قيام حضارات قديمة في أفريقيا، هو فعلا قامت حضارات قديمة في أفريقيا؟ طيب مين الحضارات اللي قامت بقى؟ أنا عايز دليل، أنا مش مصدق اللي أنت بتقوله ده، اثبت لي يا عم وهات لي دليل. قال لك الحضارات القديمة اللي هي في أفريقيا طبعا هنقول زي إيه؟ مثل حضارة مين؟ عندي 4 حضارات اللي هم حضارة مين؟ عندي مصر، عندي كوش وأكسوم وقرطاج. ما المقصود بالحضارة؟ ما المقصود؟ احنا عايزين نعرف معنى البتاعة دي. الحضارة هي عبارة عن ايه؟ قال لك ان دي عبارة عن انتاجين، هي مجموعة انتاج مادي وانتاج ثقافي.
هي مجموعة إنتاج مادي. طب إنتاج مادي زي إيه؟ قال لك زي مباني، زي عندي القصور والقلاع. طيب وإنتاج بقى التاني اللي هو الإنتاج الثقافي زي إيه؟ قال لك زي عندي العادات والتقاليد والعلوم والفنون. اوعى تجري الفيديو على اكس 1.5 عشان ما يجيلكش لحد عندك. ما العلاقة ما العلاقة دي هي عبارة عن حاجة بتأثر في حاجة، ودي أصلا أسهل سؤال بتحله. ما العلاقة هي عبارة عن جملة، الجملة دي مفصولة لجزئين. تمام؟ الجزء اللي في النص ده هو عبارة عن الفصل أو الواو. يعني يقول لك إيه علاقة شبه جزيرة سيناء بالأمن القومي المصري؟ هو إيه علاقة ده بده؟ هي شبه جزيرة سيناء ليها علاقة بالأمن القومي المصري؟ طب احنا بنحلها ازاي؟ هقول لك انا بشيل حرف الواو ده وبحط يا اما كلمه سبب ليه او ادى الى، تمام، او عندي نتيجه ليه، تمام، بحط الكلمه او الكلمتين دول. يعني انا لما اجي احل هعمل ايه؟ هسيب شبه جزيره سيناء وهسيب مسافه وهسيب كمان الامن القومي المصري وهحط في النص كلمه او كلمتين. طب ايه يا مس الكلمه او الكلمتين دول؟ هقول لك هنا ان شبه جزيره سيناء الحفاظ عليها ضروري للحفاظ على الامن القومي المصري. يبقى هنكتب ايه هنا؟ شبه جزيره سيناء تمام الحفاظ عليها ضروره للحفاظ على الامن القومي المصري. طيب لو جينا هنا الموقع الجغرافي لافريقيا والملاحه العالميه، نفس الكلام. هعمل ايه؟ هشيل الفاصله وحرف الواو واحط في النص كلمه او كلمتين. فالموقع الجغرافي لقاره افريقيا عمل ايه؟ قال لك ان ده ساعد على التحكم في طرق الملاحه العالميه. طيب لو جينا هنا الموقع الفلكي لافريقيا والمحاصيل الزراعيه، طبعا قلت لك الموقع الفلكي هو اللي بيحدد المناخ، اي مناخ هو اللي بيحدد لي النبات. فبالتالي الموقع الفلكي لافريقيا عمل ايه؟ هشيل الفاصله وحرف الواو واحط مكانها كلمه او كلمتين. فالموقع الفلكي ساعد على ايه؟ ساعد على تنوع المحاصيل الزراعيه. تمام، حلو الكلام. قدم توقع في حالة عدم تحكم أفريقيا في الممرات المائية. يعني قدم توقعات زي ما النتائج كده. إيه اللي هيحصل لو هي مش بتتحكم في ممرات؟ إجابة سهلة جدا. الممرات دي كانت بتديني أهمية إيه؟ كانت بتدي أهمية استراتيجية. يبقى إذا عندي هنا لم تمتلك أفريقيا أهمية استراتيجية. تمام. طيب تعالى يا متميز بقى نحل. بيقول لك أي من الممرات التالية تخضع لإشراف أفريقي خالص. يعني أفريقيا بس هي اللي بتشرف عليها. هل جبل طارق ولا باب المندب ولا قناة السويس ولا مضيق موزمبيق؟ قناة السويس هي بتتحكم فيها مصر، فإذا خدنا واحدة. مضيق باب المندب ما ينفعش لأن اللي بيشرف عليها عمان وإيران، فبالتالي مش هينفع. مضيق جبل طارق بتشرف عليه المغرب واسبانيا، بس موزمبيق بتشرف عليه كلهم. يبقى اذا هي مضيق موزمبيق وقناه السويس. يبقى مين هم؟ مضيق موزمبيق وقناه السويس. تشرق الشمس في قارة أفريقيا في البداية على الجهات الساحلية المطلة على إيه؟ إحنا عارفين إن الشمس بتشرق من الشرق، يعني هتشرف على حاجة جاية من اتجاه الشرق. إذا هنا هتشرق الأول على فين؟ على المحيط الهندي. الجزء الأكبر مساحة في قارة أفريقيا بيقع فين؟ ثواني، ده إحنا لو بصينا عليها كده أهو، آدي عندك قارة أفريقيا كلها، التلتين موجودين، التلت موجود فوق والتلتين موجودين تحت. فاذا عندي هنا اللي موجود الجزء الاكبر مساحه، تفتكر هو فين؟ هو موجود هنا
موجود في الشمال ولا في الجنوب؟ طبعا هو موجود في جنوب دايرة الاستواء. الممر المائي يقع في نصف الأرضية الغربي وبتشرف عليه قارة أفريقيا. في نص الكرة الأرضية الغربي، غرب يعني غرب خط جرينتش، وشرق يعني شرق خط جرينتش، شمال يعني شمال دائرة الاستواء، وجنوب يعني جنوب دائرة الاستواء. طب ممر مائي في الغرب بقى وبتشرف عليه أفريقيا، هو موجود في الغرب هنا، إذا هو الممر ده هو مضيق جبل طارق. طب لو احنا بصينا بيقول لك صوب المسار التالي: سفينة بحرية عندها رحلة من اسكندرية رايحة لدولة موريتانيا. طيب ادي اهو انا في اسكندرية، تمام، وانا رايح لفين؟ انا رايح لموريتانيا. هستخدم ايه عشان اروح؟ هستخدم البحر المتوسط ولا مضيق باب المندب ولا المحيط الهندي؟ طبعا انا هستخدم البحر المتوسط لان هو اللي هيوصلني لموريتانيا. ما تنفعش مضيق باب المندب لانه طبعا ده رايح في الشرق، ولا المحيط الهندي لانه برضه رايح في الشرق. صح او غلط افريقيا بتشرف على ممرات مائيه طبيعيه وصناعيه؟ طبعا صح، لان هي بتشرف، ده بيقول لك مع ذكر السبب، لانها بتشرف على ايه؟ قال لك لانها تشرف على قناه السويس، والمضايق بقى بتاعتنا تشرف على مين؟ قناه السويس. وطبعا قناه السويس دي الانسان هو اللي بناها. طب والمضايق ربنا هو اللي خلقها. ومضايق بقى اللي هم مين عندي؟ اللي هم جبل طارق، باب المندب، موزمبيق. طيب أشرفت حضارة أكسوم على أحد المواقع الاستراتيجية في قارة أفريقيا. ثواني، أكسوم في أريتريا وأثيوبيا، هي بتشرف على موقع استراتيجي على مضيق يعني؟ أيوة طبعا هي موجودة، صح. اللي هو مين؟ اللي هو عندي مضيق باب المندب. دل على صحة العبارة شبه جزيرة سيناء سلاح ذو حدين. طبعا سلاح ذو حدين دي يعني هنا ان ده ليه ميزة وليها عيب. لانها عملت ايه شبه جزيرة سيناء دي؟ قال لك هي عملت حاجتين: ساعدت على انتقال الحضارات عبر العصور، بس في نفس الوقت ايه؟ الحفاظ عليها، الحفاظ على امنها ضرورة للحفاظ على الامن القومي المصري. تمام تمام. لو احنا بصينا هنا بيقول لك على الخريطة، بيقول لك دي بعثة الملك مين؟ رقم 6. ثواني كده، هو مين اللي لف حوالين قارة أفريقيا كلها؟ كان اسمه الملك ايه؟ كان اسمه الملك نخاو، لأن هو اللي لف حوالين أفريقيا كلها وعمل البعثة استمرت 3 سنين. يمثل الرقم كام طريق رأس الرجاء الصالح؟ ها تفتكروا رقم كام؟ طبعا برضو طريق رأس الرجاء الصالح بيلف حوالين قارة أفريقيا كلها، فإذا الطريق هو رقم 3. يشير الرقم كام إلى البحر الأحمر؟ طبعا البحر الأحمر هو اللي نايم على جنب في البحر ده، هو رقم 4. يشير الرقم كام إلى مضيق جبل طارق؟ عندي هنا مضيق جبل طارق موجود عند البحر المتوسط، يبقى إذا عندي هنا جبل طارق رقم 1. لو احنا بصينا عليها بيقول لك دولة ترأست الاتحاد الأفريقي سنة 2019، طبعا هنا مصر، الدنيا يسألك عليها على طول، فإذا هي مصر. طب أكبر دولة مساحة لازم تبقى عارفها، هي دولة إيه في أفريقيا؟ طبعا هي الجزائر. دولة عربية ساحلية، الساحلية دي اللي هي بتطل على مسطح مائي. طيب دولة عربية بقى ساحلية رقم 3 هتبقى دولة ايه؟ طبعا السبعة دي اللي هي مين؟ اللي هي الصومال. دولة لا تطل على مسطح مائي اللي هي دولة حبيسة، طبعا هي دولة ايه دي؟ طبعا هي الدولة دي دولة أنجولا. رقم 5 جزيرة ايه؟ طبعا دي جزيرة مدغشقر. خلي بالك ان هو مش هيجي يسألك على الدولة دي. جزر ايه؟ رقم كام؟ رقم 6. طبعا هنا احنا كنا بناخدها من اسمها ايه دي؟ كنا بناخدها في سنة 6 اللي هي جزر القمر.
لو جزر تبقى القمر، لو جزيرة تبقى مدغشقر. نخاوة تاني، بعد بعثة حوالين للدوران حول قارة أفريقيا، بدأت منين؟ بدأت من البحر المتوسط؟ لا، أكيد هي فعلا بدأت من البحر المتوسط، فإذا هي صح. طب مع عهد محمد علي رسم خريطة للنيل لحد جنوب السودان. الدولة المصرية امتدت إلى جنوب دائرة الاستواء خلال حكم مين؟ يعني هنا مين اللي عمل الكشوف الجغرافية ووصل لجنوب دائرة الاستواء؟ اللي عمل كده تفتكر محمد علي ولا إسماعيل؟ لا يا ميس إسماعيل، ده أنت قلت لنا قبل كده إسماعيل كان مستوي فوصل لجنوب دائرة الاستواء. ابن بطوطة قدر يخترق الصحراء الكبرى لحد ما قال إيه؟ أنا قلت لك ابن بطوطة قال أنا مالي، يبقى ابن بطوطة قال أنا إيه؟ أنا مالي، يبقى هنا هو اللي وصل لمالي. طيب تعرضت شعوب افريقيا للاستعمار من دول قاره ايه؟ تفتكر امريكا الشماليه ولا اوروبا ولا اسيا ولا استراليا؟ هقول لك استراليا ما كانوش لسه اكتشفوها، اسيا ما كان اصلا عندها حضاره ما احتلتش حد، امريكا الشماليه ما كانش لسه اكتشفوها، اذا هنا تعرضت للاستعمار من اوروبا، وعشان كده نهبوا الخيرات بتاعتها والثروات بتاعتها. طيب صح ولا غلط؟ تم الدوران حول قارة أفريقيا في عهد الأمير هنري الملاح. طبعا العبارة هتبقى إيه؟ العبارة هتبقى غلط، لأن اللي دوروا حوالين قارة أفريقيا هو مين؟ هو نخاوة تاني. وصل المصريين القدماء للسودان وبعض دول شرق افريقيا. هم المصريين وصلوا السودان وبعض دول شرق افريقيا؟ ايوه فعلا صح. امتد التأثير الحضاري لأفريقيا إلى غرب أفريقيا ومنابع النيل الاستوائية. ثواني، هم التأثير الحضاري للمصريين القدماء راح للغرب؟ لا ميس، ما كانش لسه راح، يبقى إذا هو ما راحش للغرب، هو راح في الأول للشرق وبعدين منابع النيل الاستوائية، يبقى راح فين؟ للشرق، يبقى إذا العبارة هتبقى غلط. خلي بالك ان لو كلمه واحده غلط يبقى الباقي غلط. المسعودي من اوائل الرحلات اللي هم زاروا افريقيا وكتبوا عنها، قلت لك المسعودي كان سعيد فعمل ايه؟ زار افريقيا وكتب عنها، يبقى اذا العباره صح. لو احنا هنا وصلت القوافل العربيه في العصور الوسطى للسودان والحبشه وجزر القمر، طبعا هنا العباره صح ولا غلط؟ طبعا ايوه صح، هما فعلا وصلوا ليها. طيب لو قلنا هنا تعددت الممالك الإسلامية على سواحل أفريقيا الشرقية وامتدت لهضبة البحيرات الاستوائية، إيه يا عم اللي احنا اللي عمال بيقوله ده؟ طبعا هي العبارة صح. كان الأوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل في نهاية القرن الثمنتاشر وخلال القرن التسعتاشر. طبعا هنا فعلا ثانية واحدة، القرن الثمنتاشر ده اللي هو 1700 وحاجة، والقرن التسعتاشر ده اللي هو 1800 وحاجة. هم الأوروبيين هم اللي عملوا كده؟ لا ميس، ده محمد علي، فإذا العبارة لا هتبقى غلط. يبقى هم ما كانوش الأوروبيين، اللي هم مين بقى اللي عملوا كده؟ محمد علي وإسماعيل. مصر أكبر دولة عربية وأفريقية من حيث المساحة؟ هقول لك لا، هي مش أكبر دولة، هي ممكن من أكبر الدول بس مش من أكبر دولة. طبعا أكبر دولة كانت هي الجزائر، ولو حضرتك اتزنقت قول لي لا تعد. طيب تم انتخاب دولة المغرب لرئاسة الاتحاد الأفريقي؟ أقول لك لا برضه، هي كانت مين؟ كانت مصر. يبقى إذا العبارة هتبقى غلط. أكمل العبارة التالية. الرحلة مين اللي أخدت 3 سنوات؟ تفتكر رحلة الملك مين اللي لفت حوالين قارة أفريقيا؟ طبعا هي رحلة الملك نخاوة تاني. انتهت رحلة محمد علي باشا اللي أرسلها لاكتشاف إيه؟ قلت لك محمد علي كان أبيض فاكتشف منابع النيل الأبيض. أسس البرتغاليين مواني تجارية على طريق إيه؟ طبعا على طريق رأس الرجاء الصالح. تقع مصر في الركن ايه من قارة افريقيا؟ طبعا عارفين اللي هو الركن الشمالي الشرقي. صوب الخطأ، رجعت الرحلة للدوران حول أفريقيا عبر مضيق باب المندب. رحلة نخاوة تاني هي رجعت من مضيق باب المندب؟ لا يا ميس، دي رجعت عن طريق مضيق إيه؟ مضيق جبل طارق. طيب لو جينا هنا بيقول لك اكتشفوا النيل الأبيض في عهد مين؟ هو مين كان أبيض؟ محمد علي، يبقى اكتشفوا النيل الأبيض في عهد محمد علي.
بدأت محاولات الإنجليز لاكتشاف قارة أفريقيا في القرن ال15. طبعا هم ما كانوش الإنجليز، هم كانوا البرتغاليين. اكتب ما تشير إلى عبارة طريق اكتشفوا البرتغاليين للدوران حول أفريقيا. طبعا ما اكتشفوش غير طريق واحد، اللي هو طريق مين؟ طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى الطريق اللي اكتشفوه هو مين؟ طريق ايه؟ رأس الرجاء الصالح. طب لو جينا هنا بيقول لك دولة تطل على مسطحات مائية، تبقى هي دولة ايه؟ تبقى هي اسمها دول ساحلية. طب اللي تحت بقى هي اللي عكسها، بيقول لك دول لا تطل على مسطحات مائية، تبقى هي دول ايه؟ تبقى هي دول حبيسة. تمام تمام. أحد الرحالة قام بأربع رحلات ناحية الجنوب. واحد كان خايف، كان اسمه إيه؟ كان اسمه حران، اللي هو قلت لك عندك كان حران وخايف، اللي هو اسمه حر خوف. ملك مصري عمل بعثة للدوران حوالين أفريقيا، استمرت 3 سنين. ما خلاص يا عم اتخنقنا منك، هو مفيش غيرك اللي اتعمل. طبعا هو مين؟ هو نخاوي التاني. طيب لو قلنا هنا حاكم مصر أرسل رحلات لاكتشاف منابع النيل، مين اللي حاكم مصر وأرسل رحلات لاكتشاف منابع النيل؟ طبعا كان هو محمد علي. طب حاكم مصر اكتشف منابع نهر النيل، وصل لجنوب دايرة الاستواء. مين جه بعد محمد علي واكتشف منابع نهر النيل لجنوب دايرة الاستواء؟ مين كان مستوي؟ إسماعيل. فطبعا هو الخديوي إسماعيل. طيب لو قلنا رحالة قدر يخترق الصحراء الكبرى من الشمال للجنوب لحد ما وصل إلى مالي، هو مين اللي قال لك أنا مالي؟ ابن بطوطة. طب بدأت في عهده محاولة البرتغاليين لاكتشاف أفريقيا، هو مين اللي بدأت في عهده محاولة البرتغاليين لاكتشاف أفريقيا في القرن ال15؟ ثواني كده، القرن ال15 ده اللي هو 1400 وحاجة، بدأ في عهده اللي هو مين بقى محاولة البرتغاليين ده؟ حتى بعته هنا للملاح. طبعا هنا هو كان اسمه السلطان العثماني سليم الأول، فهو كده كان السلطان العثماني. تمام تمام. رتب الأحداث من الأقدم للأحدث. هقول لك حاجة، هو هنا في الدرس مش جايب لك الحوار ده حصل امتى، ده حصل سنة كام وده حصل سنة كام وده حصل سنة كام. هنرتبها ازاي؟ رتبها بترتيب الدرس. يعني شوف انت خدت ايه في الدرس الأول، بعد كده ده يبقى ده الأول، وايه اللي خدته بعديه يبقى ايه ده اللي بعديه. فليكن مثلا هنا اكتشاف رأس الرجاء الصالح، اكتشاف منابع نهر النيل، رحلات حرخوف، تقسيم أفريقيا لعدد كبير من الدول. بص بقى، المصريين القدماء كانوا قبل الناس دي كلها، ودي اصلا اول حاجه اتعملت، فاذا طبعا اول حاجه هي رحلات حرخوف. طيب اكتشاف راس الرجاء الصالح واكتشاف منابع نهر النيل. لو قلنا على اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح اللي عمله البرتغاليين، اللي احنا لسه اصلا قايلينها من فوق قايلينها فوق في القرن ال15، واصلا محمد علي كان في القرن ال17، فاذا دي هتبقى رقم 2، بعدها محمد علي، بعدها تقسيم افريقيا لعدد كبير من الدول. تمام تمام. ممكن الاجابه دي تبقى السلطان العثماني، وممكن كمان تبقى هنري الملاح، اللي هو كان برضه راح لحركه الكشوف الجغرافيه. لو قلنا عندي هنا بما تفسر البرتغاليين عملوا مواني ومراكز تجارية على طريق رأس الرجاء الصالح، قلت لك بما تفسر يعني ليه؟ ايه اللي حصل؟ البرتغاليين كانوا عايزين يأمنوا نفسهم، اي طريق اكتشفوه كانوا عايزين ينسبوه ليهم، فهنا عشان كده الطريق ده عملوا عليه مواني ومراكز تجارية عشان يأمنوا نفسهم. يبقى التأمين الملاحة والتجارة، يبقى التأمين ايه؟ الملاحة والتجارة. تمام. الدول الأفريقية قسمتها لعدد كبير من الدول. هم ليه قسموا أفريقيا لعدد كبير من الدول؟ طبعا هنا عشان يضمنوا سيطرتها واستغلال نفوذها، يعني عشان كل واحد ياخد حتة من التورتة براحته وطز بقى في أفريقيا. عشان كده احنا قلنا ان أفريقيا بتعاني من الفقر لحد دلوقتي.
طب تسارع الدول الاستعمارية على قارة أفريقيا، هم اشمعنى راحوا لقارة أفريقيا بقى؟ طبعا هنا لو ما كانش فيها خير ما كانوش جولها، فإذا هم جم ليه؟ لنهب خيراتها وثرواتها. طيب لو جينا هنا، افريقيا بتعاني من الفقر رغم انها بتمتلك موارد طبيعيه، هي ايه اللي خلاها تعاني من الفقر رغم ان عندها موارد طبيعيه؟ طبعا هنا بسبب ان هي اتعرضت لايه؟ بسبب هنا للتقسيم، تقسيم افريقيا لعدد كبير من الدول. ما النتائج اكتشاف محمد علي لمنابع النيل؟ محمد علي لما اكتشف منابع النيل هو عمل ايه؟ لما اكتشف منابع النيل قال لك ان هو هنا قدر ان هو يوصل لايه؟ وصل لمنابع النيل الابيض. تمام. وعمل ايه كمان؟ قال لك ده رسم خريطه لنهر النيل حتى جنوب السودان. البرتغاليين حاولوا يكتشفوا قارة أفريقيا، إيه نتيجة إن هم حاولوا يكتشفوا قارة أفريقيا؟ طبعا النتيجة اللي هنا إن هم اكتشاف طريق إيه؟ رأس الرجاء الصالح. يبقى اكتشاف طريق إيه؟ رأس الرجاء الصالح. طيب لو هنا ما النتائج المترتبة على تسارع الدول الأوروبية على قارة أفريقيا؟ طبعا كلهم كانوا بيتعاملوا مع بعض، بيتعاركوا، فعشان كده أدى إلى إيه؟ أدى إلى تقسيم أفريقيا هنا لعدد من الدول. ليه بقى؟ هنا ولنهب خيراتها وثرواتها. دلل سارة الخديوي اسماعيل على خطأ جده محمد علي باكتشاف افريقيا. احنا قلنا دلل اسماعيل عمل ايه عشان يتقال عليه كده؟ اسماعيل عمل ايه؟ اسماعيل هنا عمل ايه؟ برضو نفس الكلام، ارسل رحلة للكشوف الجغرافية لاكتشاف منابع نهر النيل. يبقى ارسل هنا بعثات لاكتشاف منابع نهر ايه؟ النيل، لاكتشاف منابع نهر ايه؟ النيل. طب وصل لفين بقى؟ ان هو وصل لجنوب دائرة الاستواء. وصل امتداده لجنوب دايرة الاستواء. تمام. يبقى قلنا محمد علي وصل الامتداد بتاعه لجنوب دائرة الاستواء. العرب كان ليهم دور كبير في حركة الكشوف الجغرافية. طبعا كان ليهم دور زي مين العرب؟ طبعا هنا ابن بطوطة اللي هو عمل ايه؟ بص بقى اكتبها ورايا، اللي هو اخترق الصحراء الكبرى لوصل حتى وصل لدولة مالي. طيب والتاني اللي هو مين؟ المسعودي عمل ايه؟ قلت لك كان سعيد. مين هو؟ عمل ايه برضو؟ زار افريقيا وكتب عنها. طيب لو قلنا هنا كانت الدوافع الاقتصادية المحرك الأول الذي دفع البرتغاليين لاكتشاف أفريقيا، طبعا هنا هم راحوا اكتشفوها ليه؟ طبعا راحوا اكتشفوها للبحث عن طريق تاني. يعني هم كانوا رايحين عشان يدوروا على طريق يعرفوا يمشوا من خلاله، بدلا من ان هم يتجهوا لمصر بالتجارة بتاعتهم عشان ما يدفعوش فلوس يعني. يبقى كانت الدوافع الاقتصادية المحرك الأول ان هم عملوا ايه؟ ارسلوا بعثات لافريقيا. تمام. ليه؟ للبحث عن طريق للدوران حوالين افريقيا. للدوران حول مين؟ افريقيا. طيب ايه العلاقه بين نخاوي التاني واكتشاف افريقيا؟ طبعا هنا نخاوي التاني قلت لك شيل الواو وحط لي جمله او كلمتين. عمل ايه؟ ارسل بعثات لاكتشاف قاره افريقيا. تمام. يبقى ارسل بعثات لايه؟ لاكتشاف افريقيا.
طيب لو قلنا هنا كتابات الجغرافيين العرب واكتشاف البرتغاليين، قال لك ان هنا كتابات العرب ايه اللي حصل؟ استفادوا منه البرتغاليين في اكتشافاتهم. ماذا كان يحدث إذا لم تتعرض أفريقيا للاستعمار؟ لو ما كانتش تعرضت للاستعمار إيه اللي كان هيحصل؟ طبعا هي نتيجة لتعرضها للاستعمار بقت دلوقتي بتعاني من الفقر. طب لو ما كانش عندها استعمار، هنا لم تعاني من الفقر، رغم امتلاكها موارد. طب لو قلنا هنا نجح سكان أفريقيا في استثمار مواردها الطبيعية المتعددة، إيه اللي كان هيحصل؟ برضو نفس الكلام، إن هنا أفريقيا ما كانتش هتعاني من الفقر، يبقى هنا كانت أصبحت أفريقيا دولة إيه؟ غنية، يبقى كانت أصبحت أفريقيا قارة غنية. طبعا تعميق دور مصر الريادي في افريقيا مقترح، ابقى اهبد مع نفسك، كده كده المقترح اصلا ما بيجيش في الامتحان، بس انا هنا عشان اقول لك تعميق دور مصر الريادي في افريقيا عايزين مقترح، ماشي هجيب لك المقترح يا عم غالي والطلب رخيص. المقترح هو ممكن اقول زيادة علاقات مصر بدول افريقيا. هتتوقع ايه اللي هيحصل يعني لو المصريين القدماء ما اهتموش بالكشوف الجغرافية؟ طبعا هنا لو ما كانوش يهتموا بالكشوف الجغرافية، طبعا هنا لم يرسل نخاوي الثاني وحرقوف بعثات للدوران حول أفريقيا أو لاكتشاف أفريقيا. طيب لم يهتم محمد علي بالكشوف الجغرافية، ما كانش وصل لفين؟ لم يصل لمنابع نهر النيل الأبيض. من الدول العربية اللي بتمر فيها دايرة الاستواء، ادي عندي دايرة الاستواء اهي. مين الدولة العربية اللي بتمر فيها؟ ما عنديش غيرها، اللي هي الصومال. جنوب افريقيا بتطل على مسطحين مائيين، اللي هم مين؟ جنوب افريقيا بتطل على مسطحين مائيين اللي هم طبعا المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي. مدار الجدي بيمر في قارة أفريقيا، تفتكر في اتجاه إيه؟ مدار الجدي بيمر في قارة أفريقيا، جدي بالجيم، يبقى هي موجودة فين؟ طبعا هي موجودة في الجنوب، إذا هيمر في دولة إيه؟ ناميبيا ولا زيمبابوي ولا بوتسوانا ولا أنجولا؟ طبعا هي ناميبيا. طب الدولة العربية موجودة عند المحيط الهندي أو جوه المحيط الهندي، طبعا مفيش غيرها مدغشقر لأنها جزيرة. طب أي من الدول الأفريقية بيمر فيها جرينتش؟ مصر ولا ليبيا ولا الجزائر ولا المغرب؟ هي مين في الغرب؟ طبعا هلاقي الجزائر والمغرب، بس اللي عندها خط جرينتش هي الجزائر. طب لو هنا قلنا أي من الدول التالية يقع أراضيها في نصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، طبعا عندي هنا 2، في بوتسوانا، في ناميبيا، في جنوب أفريقيا. فأنا عندي هنا هاخد مين؟ بوتسوانا ولا ناميبيا ولا جنوب أفريقيا؟ ثواني كده، ده بيقول لك النصف الكرة الأرضية شمالي وجنوبي، مش الجنوب، مش هنا. يعني هنشوف شمالي والجنوبي هتبقى مين بقى؟ هل اثيوبيا، هل الكونغو، ولا افريقيا الوسطى، ولا زامبيا؟ طبعا هي هتبقى الكونغو. لو اتفقنا، خلي بالنا ان الاسئله اللي باللون الاصفر دي ما بتجيش اصلا في الامتحان، بس احنا بنحلها احتياطي. صح ولا غلط؟ جميع الدول العربيه تقع شمال دائره الاستواء. طبعا العباره دي هتكون عندي غلط. ليه؟ لان عندي الصومال وجزر القمر، فهنا هنقول ما عدا مين؟ ما عدا الصومال وجزر القمر. طبعا في جزء منهم بيمروا في دائرة الاستواء. افريقيا تخلو من الدول الحبيسه؟ افريقيا ما فيهاش دول حبيسه، طبعا غلط، واذا هنا لا تخلو. هنا هجيب له اي مثال بقى، ممكن اقول له مثلا ليسوتو اللي موجوده في جنوب افريقيا. جميع الدول اللي بيمر فيها مدار السرطان دوله بحريه. لو انا بصيت لك هنا على الخريطه، بص على الخريطه بقى، ادي مدار السرطان موجود فوق اهو،
تمام. هل كل الدول اللي بتطل عليه دولة بحرية؟ إذا العبارة صح فعلا، كلهم بيطلوا على بحر أو محيط، فإذا كلهم دول ساحلية. طيب حدد أسماء 3 دول حبيسة و3 دول غير عربية. عادي قول لي أي دول. فمثلا 3 دول حبيسة أنا هحط مثلا الكونغو، وهحط أفريقيا الوسطى، وكمان هحط زامبيا. طب عايزين 3 دول غير عربية، خد أي واحدة منهم. ممكن أقول موزمبيق، ممكن أقول تنزانيا، ممكن أقول كمان عندي أثيوبيا. طبعا دول غير عربية. طيب بيقول لك صوب المسار. عايزين رحلة بحرية، نطلع رحلة بقى. هتقوم برحلة من بورسعيد للصومال. أنا عايزة أروح من بورسعيد للصومال جنوبا، فإذا هستخدم إيه؟ أنا موجودة أهو في مصر، تمام، ورايح على الصومال. تفتكر بقى انا هستخدم ايه؟ هل انا هستخدم قناة السويس، ولا البحر المتوسط، ولا مضيق موزمبيق، ولا خليج عدن؟ طبعا هي هستخدم قناة السويس عشان اعرف اروح هناك. ايه وجه الشبه والاختلاف بين الكشوف الجغرافية النخاوي التاني بالنسبة للبرتغاليين وبالنسبة للنخاوي التاني؟ شبه يعني الاتنين دول شبه بعض في حاجة. فاذا عندي الشبه ان كلاهما كانت هدفهم اكتشاف افريقيا. طيب الاختلاف بقى، الاختلاف هي رحلتهم نفسها. تمام. او ان انا اقول لك حاجه، ان برضو الشبه ان رحلتهم الاثنين عملوا ايه؟ الاثنين قاموا بالدوران حوالين افريقيا. الاثنين قاموا بالدوران حول ايه؟ الاثنين قاموا بالدوران حول افريقيا. طيب الشبه بقى في ايه؟ في الهدف. الهدف ان هنا هدف نخاو اكتشاف افريقيا. تمام. ولكن هنا هدف البرتغاليين استغلال افريقيا. تمام. بكده الحمد لله حلينا الدرس الاول مع بعض. اشوفك على خير المره الجايه ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، واشوفك على خير المره الجايه يا اوائل دفعه اولى اعدادي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.